آه، السلام عليكم. أنا يوسف صفوت وصلاح محمد، ودي هتبقى سيشن 4 في الاي كيو. شرحنا أول سيشن الباترنز، وهنيجي الباترنز في الأرقام، وهنيجي السيشن دي برضو هنشرح أو هنعمل زي ريفيجن كده على الباترنز. يعني السيشن دي هتبقى سيشن صغنونة خالص، ممكن أصغر سيشن في الكورس يعني. بس إيه، أظن إن هي تبقى لذيذة يعني. بس دي كانت انواع الباترنز اللي احنا خدناها السيشن الاولانيه. ممكن نشرحهم بشكل سريع قوي. السمبل سمبل اديشن بقى، وسبتراكشن، او الجمع البسيط والطرح البسيط والضرب البسيط والقسمة البسيطة دي حرفيا بيبقى سيكونس أو نظام. مثلا بيبقى رقم، مثلا قول 2 مثلا. بعد كده مثلا تبقى 4، بعد كده تبقى 6، بعد كده تبقى 8 مثلا. فحرفيا هنا ببساطة شديدة، هو هنا مثلا زودنا 2 زودنا 2 زودنا 2. بس حرفيا نفس الكلام بقى، مثلا من 8 ل 6 ل 4 ل 2 نقصنا 2 نقصنا 2. أو مثلا من 2 مثلا ل 4 ل 8 ل 16 مثلا. فكده بنضرب في اتنين، الرقم ده بنضرب في اتنين بنضرب في اتنين، او العكس طبعا بنقسم على اتنين، وهكذا. بس ده شرح شرح بسيط يعني. لو حد واقف في الحاجات دي يعني، ممكن يبقى يشوف في التسجيل بتاع سيشن 1 كان نزل على يوتيوب، فممكن تخشوا تشوفوا. ان شاء الله تجيب السيشن دي برضو احتمال تنزل على يوتيوب ان شاء الله يعني. بس الالترنيتنج اديشن وسبتراكشن ومالتيبليكيشن وديفيجن، ده يعني مثلا ان انت بتبقى شغال باوبريشن معينه، اللي هو مثلا جمع او طرح مثلا. يعني نعتبر مثلا اتنين، آم، أربعة، آم، أنا عايز بس مثال يكون كويس. مثلا اتنين هنا، مثلا زودنا اتنين، بعد كده ننقص واحد مثلا. هنا مثلا تبقى تلاتة، بعد كده نزود اتنين تبقى خمسة. بعد كده إيه، ننقص واحد تبقى أربعة تاني. فهو ده كده بيالترنيت بين عملية وعملية تانية. من مثلا هنا addition، هنا subtraction. ممكن يحط في عادي addition مثلا و multiplication، أو addition و division، أو أي عملية من الأربعة دول مع بعض يعني. من عمليتين أو أكتر، غالبا بيبقوا عمليتين عشان الأسئلة ما بتجيش صعبة أوي أوي يعني. لدرجة إن هو يحط أكتر من عملية في سؤال واحد. بالنسبه للبروجريسيف اديشن والسبتراكشن والمالتيبليكيشن والديفيجن، البروجريسيف ان انت يعني الرقم اللي انت بتزوده بيزيد، او بيزيد بشكل بروجريسيف يعني. اللي هو مثلا 2، 4، مثلا كن 2 4 مثلا 7، وبعد كده 11، وبعد كده 16 مثلا. تمام. مثلا هنا زودنا 2، اوكي. هنا زودنا 2، آه بعد كده هنا زودنا برضو، لسه بنزود عادي، بس المرة دي زودنا ثلاثة. هنا برضو نفس الكلام زودنا، بس المرة دي زودنا أربعة. ف... وهكذا هنا زودنا خمسة. ف... فبس يعني، ونفس الكلام بقى بالعكس يعني، من 16 ل 11 نقصنا خمسة، نقصنا أربعة، نقصنا ثلاثة، نقصنا اتنين، وهنا نقصنا مثلا هنا مثلا كانت تبقى إيه، مثلا واحد، فهنا نزود واحد هنا، وهنا نقص واحد، وهكذا يعني. بس احنا كنا شرحنا الحاجات دي في أول سيشن. تمام. السكوير والكيوب بروجريشن، انه ممكن يجي بروجريشن، ممكن يجي سيمبل عادي. انه ثانية واحدة. آم انه مثلا انه يبقى في نوعين برضو من الأسئلة دي. انه ممكن يزود لك بس لا 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 لا، دي تبقى في الباترن within pattern. انا كنت قصدي، كنت لسه هقول هنا مثلا ان هو ممكن اتنين مثلا، بعد كده تلاتة، بعد كده سبعة، بعد كده 16. 16 صح، 16 اي جس. ايوه. فايه اللي حصل هنا، انه هنا مثلا نوصل بس الاول الارقام ببعضها. انه هنا مثلا زود كام، هنا زود 9. تمام. وهنا زود 4،
وهنا زود واحد. طب ايه الحاجة الغريبة اللي هنا؟ ان واحد ده اساسا هو 1 to the power of 1. تمام. قصدي 2 to the power of 1. اها ايه ده؟ لا ثانية واحدة معلش اسف. اوكي هنا زود واحد اللي هو 1 to the power of 1. تمام مظبوط. بس فزوده هنا 2 to the power of 2. او 1 to the power of 2 اسف. تمام هنا 1 to the power of 2 بعد كده هنا 2 to the power of 2 بعد كده هنا من هنا لهنا قصدي من هنا لهنا زود 9 فدي كده 3 to the power of 2. بس تمام دي 2 to the power of 2 بالنسبة للأربعة اللي هنا يعني. بس أظن إن هي مفهومة يعني. آه حد عنده سؤال طيب في النص ممكن يكتبه في الشات عشان بس ما نوقفش. وممكن لو عايزين يعني تكتبوا الإجابات بعد كده في الشات عشان الموضوع يبقى منظم أكتر يعني. أو هنشوف يعني ساعتها لما نيجي نحل. ماشي. بالنسبه بقى هنا للسكوير والكيوب بروجريشن انه هنا بتبقى مثلا اساسا بقى بتبقى مثلا الباترن نفسه اللي موجود هو البروجريشن نفسه. يعني مثلا هنا ممكن يقول 1 بعد كده هنا ممكن 4 بعد كده هنا 9 بعد كده هنا 16 بعد كده 25. فهنا باين ان ده 1 to the power of 2 2 to the power of 2 3 to the power of 2 وهنا 4 to the power of 2 هنا 5 to the power of 2 وهكذا بقى. تقدر تعملها في السكوير تقدر تعملها في الكيوب. معظم الوقت انت في امتحان الاي كيو معظم الوقت مش كله عشان ساعات في اللجان بترخم. بيبقى معاك آلة حاسبة يعني فالموضوع ده حرفيا مش هياخد منك دقيقتين يعني. تمام. بالنسبة للفيبوناتشي في كلاسيك وفي موديفايد. الكلاسيك بتبقى مثلا انه معاك مثلا أربع أرقام أو خمسة مثلا. خلينا في خمس أرقام مثلا. تمام. فأنت بتجمع الرقمين دول بيبقى هو مجموع الرقم الثالث. مثلا مجموع الرقمين دول بيبقى مجموع الرقم الثالث. يعني مثلا 1 1 2 3 5 مثلا 8 13. بس فأظن هي ملحوظة يعني 1 1 2 2 1 3 2 3 5 5 و 8 تبقى 13. 8 و 13 مثلا هتكمل معانا تبقى كام؟ هتكمل معانا تبقى 21. بس يعني فهو الموضوع حرفيا ماشي كده. ده الكلاسيك. بالنسبة للموديفايد هو ممكن يعدل عليها بطرق مختلفة كتير قوي. زي إنه مثلا يجمع بدل أول رقمين يجمع أول ثلاث أرقام. يعني مثلا يبقى 1 1 1 تمام تبقى هنا 3 مثلا وهنا تبقى مثلا 5 تبقى هنا مثلا 9 بعد كده تبقى رقم تاني يعني ايا كان هيبقى مثلا هنا 17. بس فهنا مثلا خد اول ثلاث ارقام بقت 3 هنا خد تاني ثلاث ارقام بقت 5 هنا خد الثلاث ارقام اللي بعديهم. ده نوع يعني من الموديفايد هو بيعدل عليها بطرق مختلفة. او ممكن مثلا ان هو يحط لك باترن في فيبوناتشي نفسها. انه مثلا انه مثلا بيجمع اول رقمين مثلا 1 1 هنا مثلا بيجمع اول رقمين ويضربهم في اتنين مثلا. يعني مثلا يبقى 1 1 بلس 1 مثلا يبقى 2 ف... فيضربها في 2 فتبقى 4. فبعد كده يجمع الرقمين دول يبقى 1 بلس 4 تبقى 5 بعد كده يضربها في 2 تبقى 10. بعد كده 1 بلس 4 بلس 10 تبقى 14. ف 14 تايمز 2 تبقى 28 وهكذا يعني. تمام. بس فالموضوع بيمشي بالطريقة دي. في الموديفايد في أفكار تانية كنا شفنا معظمها في السيشن الأولانية. sequence of primes بيبقى mostly عادي ممكن يبقى simple addition أو alternating أو progressive حتى. أو ممكن يبقى square cube progression. بس الفرق إن إحنا مثلا بنتعامل مع prime numbers يعني. بس يعني حرفيا ما فيش فرق مش محتاج حتى أشرح. اوكي باسكال ترينجل هنا محمد اشرف اتفضل. محمد اشرف عندك سؤال؟ ماشي مش مشكله. ماشي باسكال ترينجل ده احنا مثلا ده كنا شفناه في السيشن برضو الاولانيه. بيبقى ترينجل تمام كبير كده. بيبقى مكون من بوكسز. اوكي كل بوكس بيبقى فيها رقم. تمام.
مثلا بيبقى بالظبط ازاي مثلا رو 1. اه بالنسبه لموضوع رو 1 او رو 0، كنا في كذا ريفرنس كنا شفناها رو 1، ويعني ان النمبر 1 اللي اول بوكس ده بيبقى رو 1، وفي كذا ريفرنس تاني كنا بنشوفها بيبقى رو 0. فانتوا يعني هو مش كده كده، ما اظنش ان هو يعني ما شفتش ولا سؤال عامه بيسال على عد الرقم بتاع الرو، اللي هو ترتيبه يعني. ولكن ان انت تعرف ده رو كام اساسا هيساعدك قوي يعني هيسرع لك العمليه بس تمام. باسكال سترانجل ان هو مثلا هنا بيبقى 1، هنا 1 مثلا هنا، وبعد كده ننزل كده. هو كان بيبقى شكله عامل كده بالظبط. خلينا نكمل رو كمان. بس هنا بيبقى فيه 1 1 1 1، هنا 2، هنا 3، هنا 3. تمام. باسكال سترانجل بيبقى عامل ازاي؟ باسكال سترانجل بيتحل ازاي؟ انت بتبص على بالظبط حرفيا الشرطه دي، تمام. فانت بتبص الشرطه دي بتجمع الرقم اللي على شمالها، بتجمع الرقم اللي على يمينها، وبتنزل لتحتها على طول بتحط الرقم ده، تمام. يعني مثلا هنا معانا 1 و1، بتبص الشرطه اللي ما بينهم وبتنزل على طول بتحط الصم بتاعها تبقى 2، تمام. هنا 2، يعني مثلا الشرطه دي مثلا تبقى هنا 2 وهنا 1، تنزل بالسهم بتاعك تلاقي الصم بتاعهم 3، تمام. بس نفس الكلام هنا 2 و1، هتلاقي الصم بتاعهم 3. طب ليه هنا مثلا حاطين 1 وهنا حاطين هنا، ليه حاطين هنا 1؟ لانه مثلا هنا لما نيجي مثلا نمسك شرطه زي دي كده، تمام، فهنا مفيش حاجه، ممكن نعتبرها زيرو، تمام. فهنا هنجمع 0 و1، هتنزل في الشرطه دي هتبقى 1 عادي خالص. نفس الكلام هنا مفيش حاجه، هنا يعني مفيش حاجه، المفروض ان دي اساسا هنا اكبر شويه، تمام. فهنا مفيش حاجه، يعني ثواني ملناش دعوه بالجزئيه دي يعني. هنا مفيش حاجة حرفيا، فأنت بتجمع 0 و1، تنزل بالشرطة دي لتحت للسهم اللي تحت تلاقي 1 برضه، تمام. بس يعني فعشان كده ده شكل الباسكال سترانجل يعني ان جنرال. بس لو حد عنده سؤال يعني على باسكال سترانجل برضه ممكن يسأله في الشات مثلا أو حاجة زي كده. بس فتمام. عامة هو لذيذ خالص يعني. هيجيب لكم مثلا سؤال مثلا زي مش عارف، مثلا ممكن يجيب لكم رو معين من باسكال سترانجل، ويسألك في حتة معينة في الرو ده. يعني مثلا كنا شفنا سؤال برضو، مثلا كنا في السؤال مثلا اللي احنا جبناه، لو جاب لك رو مثلا في كده مثلا 1 4 6 4 1، تمام. تقريبا ده رو صح يعني. بس الرو ده هيبقى ملناش دعوه بده الرو كام، تمام. بس هنعرف مثلا منين ان هو ده الرو اللي يعني مثلا لو ما فيش السته دي مثلا، يعني ثانيه، او مثلا السته دي ما كانتش موجوده، تمام، كان هنا محطوط اكس مثلا، هنعرف منين نجيب الاكس دي؟ فلو عرفنا ان ده مثلا هنعرف ان ده مثلا باترن اللي هو باسكال ترينجل، فهنفتكر كده الروز اللي كانوا قبليه. ثانيه واحده، سيلكت. هنفتكر كده مثلا الروز اللي كانوا قبليه، ممكن ننزل ده تحت شويه. فهنطلع مثلا هنا هنلاقي انه هنا مثلا آم، كانت 1 3 3 1، تمام. فهنا 1 و0 نزلت عادي زي ما هي، 3 و1 نزلت 4، 3 و3 هنا نزلت كام؟ بس ده اللي احنا حرفيا هنعرفه. بس يعني من طريقه برضو حل باسكال سترانجل زي ما احنا كنا شرحناها في السيشن الاولانيه ولسه شرحها دلوقتي. تمام. اوكي، الديجيت سم والديجيت برودكت، انه ممكن عادي يبقى مثلا سيكونس معين، يبقى ماشي ان هو مثلا هي مثلا 13 او الرقم ده، تمام. مثلا و مثلا 40 4 و واكس مثلا، تمام. فاكس دي احتمال تبقى كام؟ احنا كده كده هيبقى فيه اختيارات في امتحان القبول، تمام. فانت كده كده تقدر تختار من الاختيارات بتاعتك. بس مثلا احنا دلوقتي من الارقام دي
احنا نعرف ندور على نظام نمشي بيه او سيكونس معين نفكر فيه او كده، هيبقى ازاي؟ هنلاحظ مثلا انه ال 13 ده الارقام بتاعته او الديجيتس اللي موجوده فيه في الاحاد والعشرات، مجموعهم مثلا ان هم مجموعهم اربعه، تمام. نفس الكلام في 40، هنا مجموعهم اربعه 4 وزيرو، وهنا 4 لوحدها اساسا اربعه، تمام. فاحنا كده عايزين رقم يكون موجود في الاختيارات اللي هتكون موجوده، يكون مثلا مجموعه اربعه. فمثلا هيكون معانا مثلا ايه، مثلا واحد، واحد، تلاتة مثلا، او اتنين، زيرو زيرو، مثلا 200. وهيبقى موجود مثلا هنا 31 مثلا، وهيبقى موجود 64، تمام. ف... فهو حرفيا احنا كده هنختار مين فيهم، هنختار 31 لمجرد ان هو ايه، الديجيت سم بتاعهم هيبقى 4 من السيكونس يعني اللي موجود هنا. نفس الكلام نقدر نعمله في البرودكت، انه مثلا خلينا برضه نبتدي ب 13، 13 مثلا و 31، ومثلا أم... فكر في مثال تاني. أم... يعني المفهوم هنا، خلينا بس نجيب رقم مثلا أكبر شوية عشان يبقى أسهل. مثلا هنا 24 مثلا، أم... و 81 و 42 و يعني الإكس مثلا هنا هتبقى كام؟ فهنا 2 تايمز 4 أو البرودكت بتاعهم هيبقى كام هنا؟ 8، 8 تايمز 1 8، 4 تايمز 2 8. فهنا هيبقى معانا مثلا من الاختيارات اللي هتبقى هنا برضو، هيبقى مثلا بالذات برضو لو جاب لك سيكونس زي ده، غالبا مثلا هنا بيبقى حاطط حاجه وعكسها هنا، فهنا حاطط حاجه فانت المفروض تجيب عكسها هنا، فده مثلا هيبقى 18، تمام. بس تمام. اوكي. بس pattern within pattern، هو just بيجيب لك pattern معين وبيحط جواه pattern. يعني ده حرفيا انت ترجمت الكلام. مثلا ممكن نحط لك 1، 2، آه مش عارف، مش جاي في دماغي مثال قوي دلوقتي. بس مثلا ان احنا هنزود هنا 1 مثلا، مثلا. وبعد كده هنزود هنا 1 برضو، ماشي. مثلا هنا احط 3. فهنا مثلا هنزود هتبقى 5 مثلا، تمام. وهنا هتبقى، هنا مثلا هتبقى، هنا زودنا 2 طبعا. هنا مثلا هنزود 4 مثلا، فهتبقى 9. واللي بعديها هتبقى آه هنزود 8 مثلا، فهتبقى 17. بس فايه الحوار اللي ماشي هنا بالظبط؟ هنا زودنا 1 وزودنا 1، زودنا 2، 4، 8. فالموضوع ماشي ازاي؟ ان احنا كل ان احنا بناخد كل حاجه بتتزود بتاخد مجموع اللي قبلها. يعني مثلا هنا 1 مفيش حاجه قبلها فزودنا عليها 1 تاني عادي، تمام. فهنا 1، تمام، قبليها 1. هنا بعد ما زودنا ال1 في الستيب الثانيه، هنا قبليها 1 فجمعناهم بقت زودنا 2، تمام. فبعد كده هنا ايه، هنا عايزين نخش في في ستيب رابعه بقى، يعني بعد ما دخلنا في ستيب ثالثه. فهنا معانا 2 و1 1 فبقت 4 بس، تمام. وهنا مثلا عايزين نخش في ستيب خمسة. ف... فهنا بقى هنجمع 4 و2 و1 1 فبقت 8 بس، وهكذا. فده حرفيا ده ابسط مثال للباترن within pattern يعني. بس آم، يعني ده كان زي introduction سريع قوي يعني حرفيا، او هي كده كده السيشن دي تعتبر kind of مراجعة يعني. بس هنبتدي يعني الأسئلة، كده كده بقية السيشن بقى تبقى أسئلة يعني. فلو حد عنده أي أسئلة، عشان إحنا هنوقف دلوقتي عشان بس الصلاة.
وهنرجع تاني كمان 10 دقايق بالظبط، او ربع ساعه، ربع ساعه طبعا، الا ربع بالظبط. حد عنده اسئله قبل ما نوقف؟ تمام يا شباب، كده رجعنا من البريك. كنا شرحنا قبل البريك التايبس اوف باترنز، شرحنا كل تايب وامثله عليها. بس لو حد عنده اي اسئله، هو السيشن دي هتبقى بعد كده كلها اسئله يعني. فحد عنده سؤال قبل ما نبتدي؟ حد عنده سؤال ممكن يكتب في الشات او يرفع ايده ويقوله. اوكي طب. مش ممكن نخش على السؤال الاولاني وسؤاله؟ سؤاله. اوكي، انتوا شايفين السؤال كويس؟ تمام. مهم. حد عنده؟ وأول رقم مش باين. نعم. أول رقم خالص مش باين. اول رقم مش باين ازاي؟ ثانيه واحدة. أم، ثانيه واحده. انت اول رقم انت شايف، طب شايفه الانوتيشن ده؟ مش باين غير الرقم 11 يعني، واللي بعدين اللي قبليه مش باين. اللي قبليه مش باين. طب ثانيه واحده. تمام. ممكن بقى لو حد عنده إجابة للسؤال ده يعني، ممكن يكتب الإجابة في الشات، أو يرفع إيده يعني وبعد كده يجاوب. بس يعني نشوف. محدش عنده إجابة؟ اللي حاسس ان هو طيب، لا النمط او الباترن ومش عارف يكمل يقول حتى. مهم. بالظبط. لسه بحل. تمام، مش يعني خدوا وقتكم يعني براحتكم خالص. تمام جو. أوكي رشا. هتبقى 19 و33. تمام مظبوط. طب تعرفي تشرحي ليه؟ أصل أول 9 و11 زودنا 2، وبعدين جبنا رقم 33. بعدين تمام. ما بين 13 و15 زودنا برضو 2.
بعدين جبنا رقم 33، وال17 هنقعد على 2 هتبقى 19، وهنجيب ال33 تاني ما بين الرقمين بعديهم نجيب ال33. تمام مظبوط، هو بالظبط حرفيا كده تمام. اوكي. بالظبط هو 9 و11 هما الرقمين. 9 و11 ثانية بس عشان نظهر الإجابة. فعلا هي هتبقى 19 و33، لأنه فعلا 9 و11 الرقمين دول فرق بينهم 2. بعد كده جبنا 33 كرقم ثابت. بعد كده هنا جبنا 13 و15 فرق 2. بعد كده جبنا 33 رقم ثابت. وبعد كده هنجيب 17 وكان هنا في إكس مثلا أو علامة استفهام، فهنا هنزود 2 زي نفس النظام أو السيكونس الأولاني. فبس تمام. بس يعني وبعد كده جبنا 33 تاني عشان زي ما قلنا يعني ان هو رقم ثابت. بس في اسئله بتيجي كده برضو في اختبار القبول. هي الاسئله اللي زي دي كده بتبقى بسيطه شويه. او يعني بتبقى ابسط من يعني مش محتاج اوفر ثينك فيها قوي يعني فاهم. حاول ان انت تحل السؤال بابسط طريقه ممكنه بس يعني تمام. حد عنده سؤال؟ طيب ممكن ولا ممكن نخش في السؤال اللي بعده. تمام ماشي. اوكي. السؤال اللي بعده. اوكي. مريم. هو من أول الترتيب عمل أول زيرو، بعدين وان، بعدين فور، بعدين ناين. فمن هنا هيبقى ترتيب، بعدين بدأ ترتيب جديد اللي هو في الأول جاب الكيوب نمبر اللي هي زيرو. الكيوب بتاعتها هتبقى زيرو، والوان برضه هتبقى زي ما هو، لكن التو هتبقى فور، والثري هتبقى ناين. بعدين بدأ في ال لا معلش، هي الأولانية كانت سكوير، اللي بعديها هي الكيوب. بعدين بدأ برضه زيرو، بعدين وان، بعدين هتبقى 8، بعدين 27. بعدين هتبقى ثواني، اللي هو يعني برضه رقم بعديها هنبدأ بنفس الترتيب، فهتبقى الكيوبك بتاع رقم فور. ماشي، هي زي ما انت قلتي، وبس احنا هنا مثلا بناخد هنا 0 و1 و2 و3 بس. يعني احنا ما خدناش ارقام جديده وابتدينا سيكونس جديد من الاول. تمام. فاحنا بنشتغل او شغالين مع الاربع ارقام دول بس. تمام. فاحنا خدنا هنا عرفنا ان السيكونس اللي ماشي هنا ده هو ده سكويرز. تمام. فهنا مثلا 0 سكويرد، هنا 1 سكويرد، هنا 2 سكويرد، وهنا 3 سكويرد. تمام. اوكي تمام. شكرا يا شمس. ماشي. اوكي. فتمام. فهنا ده كان السيكونس اللي احنا ماشيين بيه، وعرفنا من السيكونس الاولاني ان احنا بنتعامل مع 0 و1 و2 و3 بس ما بنتعاملش حتى مع 4، ما بنتعاملش مع اي ارقام تانية. تمام. بعد كده دخلنا في سيكونس تاني. تمام. اللي هو ده. فدخلنا لقينا هنا 0 1 و8. 0 1 و8 هنا تيجي نفكر كده. تمام. فهنا احنا نحط بقى الارقام الاساسيه اللي احنا قلنا احنا بنتعامل معاها، اللي هي 0 و1 و2 وهنا 3. تمام. هنا يعني 27 دي ما كانتش موجوده، كانت اكس. تمام. هي مش غلط. تمام. بس هي كانت اكس بس. تمام. ف فايه فاحنا تمام. احنا هنا معانا 0، بعد كده 1 بقت 1 عادي. تمام. 2 بقت 8. طب 2 بقت 8 هنا مثلا ايه؟ طب هنا احنا ضربناها في 3 ولا عملنا لها كيوب؟ فنرجع للسيكونس اللي قبليه هنلاقي ان احنا اوريدي شغالين في باورز يعني. تمام. فهيبقى مش منطقي شويه ان احنا نضربها في 3. فغالبا هتبقى كيوبد. فبس فطالما احنا شغالين هنا كيوبد، نجرب هنا ان كيوب هنلاقي ان هي فعلا 1. هنلاقي ان نجرب هنا ان كيوب هنلاقي ان هي هنا فعلا هتفضل زيرو عادي. فهنجرب 3 كيوب، ده تبقى 27 وبس يعني. تمام. فبس الرقم اللي بعديها احنا كده احنا قلنا ان احنا من الاول ان احنا بنتعامل مع 0 و1 و2 و3 بس. تمام. فساعتها مش هنقدر نخش من 4 كيوب يعني. تمام. فلا ساعتها ده هيبقى غلط. فكده هنبتدي عادي من زيرو عادي خالص. تمام. ولو كان في بقى ساعتها رقم كمان بعديها
هيبقى 1 to the power of 4 غالبا، وبعد كده هيبقى 2 to the power of 4. بس يعني تمام، فده حرفيا شرح يعني السؤال ده. حد عنده سؤال؟ هو السؤال بسيط وكل حاجة، بس هو الفكرة إن هو حط الرقم اللي في الآخر ده عشان يوقعكم، عشان تفتكروا برضو إن أنتوا هتعملوا 4 باور 3 وكده. بالظبط. لكن هو السيكونس أول 4 أرقام بس مهم. من الأفكار والسؤال اللي ده كده عندنا. كده بالظبط هو السؤال ده برضو هيبقى كده كده يعني، انت في امتحان القبول هيبقى عندك 4 اختيارات، فكده كده مش يعني هيقلل اللخبطة شوية موضوع الاختيارات ده يعني، فهيبقى الموضوع أسهل شوية بالنسبة لي. تمام. حد عنده سؤال؟ أو حد عنده إضافة عايز يقولها أو أيا كان؟ بس تمام، أوكي، ممكن نخش على السؤال اللي بعده. تمام. ده ماشيين كده عادي، وبعد كده نزل يعني من أول هنا تاني يعني. ده أول رقم، تاني رقم، تالت رقم، الرابع، الخامس، ده السادس، ده ساعتها هيبقى السابع. تمام. مريم. هو برضه هنا بتبقى الحاجات اللي هينقص يعني أرقام، بس الترتيب اللي هينقص بيه هتبقى برضه السكويرد نمبر. فأول مرة نقص زيرو، بعدين المرة التانية نقص 1، بعدين 4، بعدين 9، بعدين هتبقى 27، فبعدين هتبقى 64. بالظبط. طب والرقم الأخير ده هيبقى رقم كام؟ أنا لسه بصراحة ما طلعتوش، ثانية لحظة. يا ماما شغال. هتبقى 907 6. 906. أوكي تمام، مظبوط أظن. تمام، حاولي ثانية. تاني، لأ حاولي تاني، الإجابة غلط. إجابة غلط. ومش أنتي قلتي إن أنتي بتنقصي بالسكوير نمبرز؟ بالظبط. أيوه احسبيها تاني. تمام. يعني أيوه عادي. مظبوط كده. هو عادي لو غلطت في الكالكوليشنز يعني احنا ممكن نحسبها تاني عادي، ممكن احسبها دلوقتي معاكي تاني. بس نشرح بس الأول شكل السؤال، وبعد كده نحسب في الكالكوليشنز دي في الآخر يعني. تمام. بس خلينا هنا، وبعد كده هنشوف الرقم ده. تمام. يعني احنا فعلا بننقص سكويرز، هنا معانا الزيرو سكويرد. تمام، هنا نقصناها. هنا 1 سكويرد. تمام. بس وهنا نيجاتيف 2 سكويرد. سكوير. مم. تمام. هنا نيجاتيف 3 سكويرد، ده هتبقى 9. تمام. هننقص هنا نيجاتيف 3 سكويرد، دي هتبقى نقص 9 يعني. وهنا نقص 4. نيجاتيف وهنا 4 اها، ولا؟ ما بالظبط هننقص يعني هنا وهننقص هنا. اوكي، وهنا هتبقى نيجاتيف 1. وهنا هتبقى نيجاتيف 0 يعني اللي هي 0 عادي. تمام. بس هنا هتبقى هنا 4 سكويرد، اللي هي هتبقى، او نيجاتيف 4 سكويرد اللي هتبقى نيجاتيف 16. او هي النيجاتيف هنا بره عامه يعني، بس عشان تاخدوا بالكم هي النيجاتيف هنا بره ملهاش دعوه بالسكوير. تمام. يعني انا عارف انه السكوير بيشيل النيجاتيف وكل حاجه، بس هي النيجاتيف هنا بره كانها محطوطه بين براكتس هنا كده. تمام. عشان بس ما تتلخبطوش في السيكونس يعني، بس يعني نحط براكتس كده صغيره هنا عشان ما يحصلش لخبطه. يعني تبقى نيجاتيف 16. تمام. فهنا كنا اخر حاجه وصلنا لها 4 سكويرد، فهنا هتبقى 5 سكويرد او نيجاتيف 5 سكويرد. اوكي. بس فنيجاتيف 5 سكوير ده هتبقى نيجاتيف 25. لو احنا شلنا من هنا 25 هتبقى 9 4 5. بس. تمام. بس يعني تمام. هي يعني مريم غلطت، بس يعني جابت الفكرة صح. تمام. بس غلطت بس في الكالكوليشنز يعني، حق الموضوع ده طبيعي جدا كده كده. في امتحان يعني هيكون عندك زي ما قلنا اختيارات يعني، فهتقلل اللخبطة دي. بس بس ممكن نتأكد برضو من الكالكوليشنز دي تاني يعني كذا مرة يعني. تمام. بس يعني حد عنده سؤال؟ تمام.
عامة بس عشان نتأكد برضو، هي بالظبط هي 945. مظبوط الأنسر. بس ممكن نخش على السؤال اللي بعده. السؤال ده ابسط مما تتخيل، يعني انت ممكن تعمل حاجات اصلا تروح وتيجي، وفي الاخر هتكتشف ان هو بسيط. ايه غادة، عندك إجابة؟ هتبقى 1097. تمام مظبوط. تمام، تقدر تشرحي ليه؟ هو بيزود 273 ثانية واحدة، وبعد كده بيزود واحدة، يعني بيزود مرة واحد ومرة 273. تمام مظبوط. يعني هو فعلا السؤال ده تحس ان هو كوميدي شويه يعني. يعني تحس ان هو يضحكك، اللي هو اشمعنى 273. بس فعلا الاسئله ممكن بتيجي كده غريبه شويه. فهو هنا فعلا زود 273، بعد كده نزود 1 عادي. نزود 1 عادي. بعد كده هنا زود 273 فعلا. أم بس بعد كده هنا زود 1. هنا زود 273 بس. وبعد كده هنا زود 1 عادي. بس هنا بقى كان هيزود كام؟ فهيزود بعد ما مشينا بالسيكونس هنا 273 و1، وهكذا بقى مشينا لغاية ما هنا وصلنا ل1، فالرقم اللي بعديه هيبقى نزود 273. بس هتبقى 1097. حد عنده سؤال؟ حد مش فاهم مثلا السؤال ده، ممكن يكتب في الشات أو يرفع إيده قبل ما أمسح الشرح. تمام، اعتقد السؤال سهل، يلا. تمام. لا تمام، أوكي ماشي، نخش على السؤال اللي بعده. رشا. أول حاجة بيزود 6 وبعدين يزود 1، يزود 6 وبعدين يزود 1، يزود 6 وبعدين يزود 1 ما بين كل رقمين. بعد 23 هنزود 6 هتبقى 29، وبعد 29 هنزود 1 هتبقى 30. تمام مظبوط. مظبوط تمام. اوكي. تمام مظبوط مظبوط، الإجابة صح. هي 29 و30 فعلا. تمام. فممكن برضو نشرحها. هي السؤال ده بسيط جدا جدا يعني، واحنا هنا فعلا زي ما آم، زميلتنا قالت، هي هنا هتزود 6، وهنا هتزود 1، وهنا هتزود 6، وهنا هتزود 1.
وهكذا بقى وهكذا. هنا نزود، احنا قلنا هنا هنزود واحد مش ستة، ماشي ما علينا. يعني ان احنا هكذا بقى هنمشي على نفس السيكونس ده لغاية ما نوصل لحد الآخر. هنا ستة واحد، هنا ستة واحد. تمام. هنا بقى هنشوف هنزود هنا كام وهنزود هنا كام. فاحنا كنا زودنا قبليها هنا واحد، فهنزود هنا ستة بس هتبقى 29. وهنزود هنا واحد فهتبقى 30. تمام. بس هي الأسئلة دي سهلة نسبيا يعني. مش محتاجين نقف عندها كتير قوي يعني. احنا كده كده كنا حلينا زيها كتير قوي في اول سيشن يعني خلاص. تمام. محدش عنده سؤال اكيد يعني. تمام. اوكي ماشي، ممكن نخش السؤال اللي بعده. بديكوا هنتس مش عارف. ماشي. آم، بنفكروا يعني. السؤال ده بسيط قوي يعني. هو الفرق بس ان احنا استعملنا ديسيمالز يعني او اعداد عشرية. شمس. شمس عندك إجابة؟ هو احنا لما جينا نشوف في البتاع لقينا اللي هو لما 5.2 من 10 فرق اللي هو ال4.8 من 10 ادانا 4 من 10. تمام. فاحنا كده تمام. مزودين هنا 4 من 10. تمام. تمام. و4.8 من 10 آه علشان تبقى 5 و4 من 10 زودنا 6 من 10. تمام. تمام مظبوط. و5 و4 من 10 علشان تبقى 5 زودنا 4 من 10. اوكي. كده احنا برضو هنزود كام 6 من 10. يبقى 5 و6 من 10 يساوي 5 و6 من 10. تمام مظبوط. تمام. جميل. بالظبط يعني زي ما انت شرحتي يعني احنا بنزود بننقص الأول 4 من 10 عشان نظهر هي فعلا 5 و6 من 10. هنا بننقص يعني 4 من 10. تمام. هنا ناقص 0.4. وهنا بنزود 6 من 10. بس يعني حرفيا الموضوع بسيط خالص. الفرق بس ان احنا حرفيا نفس السؤالين اللي فاتوا. بس الفرق ان احنا هنا حطينا ديسيمالز يعني. ف بس يعني فهنا نفس السيكونس ده هنزود 6 من 10 بس. تبقى 5 و6 من 10 بس كده. تمام. نخش على السؤال اللي بعده على طول. أظن مفيش أسئلة. حد عنده سؤال برضه يعني ممكن يرفع إيده أو يكتبه في الشات. أوكي. أوكي السؤال اللي بعده. فكروا في السؤال ده كويس.
مفيش إجابة. شمس. احنا هنا 6 عشان نوصلها ل12 زودنا 6. تمام. أوكي. تمام. وال12 عشان نزودها ل21 زودنا 9. مظبوط. يبقى الزيادة بتزيد بمقدار 3. يبقى احنا هنزود يبقى احنا هنزود بمقدار 12 لما نزوده 9 زائد 3 يساوي 12. ف21 و12 33. 3. ماشي 33. وهنزود بقى ال 12 3 فهتبقى 48. فهتبقى 48 زي ما احنا قلنا. ماشي. هنزود ال 48 ديت زائد 18 تمام، تبقى كام؟ بتاع 66. تمام مظبوط. أوكي. هنزود ال بالظبط. 66 دي بمقدار بقى 21. بالظبط، وهتبقى 87. مظبوط. تمام. تمام. زي ما زميلتنا شرحت يعني، أظن إنه الموضوع مفهوم شوية. هنا احنا الستة دي زودناها هنا عشان تبقى 12، زودناها 3. بعد كده ال 12 زودنا، وعشان توصل 21 زودناها 6. 6. لا، ثانية واحدة، آسف. هنا ما زودناش 3. هنا زودنا 6. ابتدينا من 6 على طول. هنا من 12 ل 21 زودنا 9. تمام. وهنا لقينا هنا 6 بعد كده 9، فالفرق بقى 3، فاحنا مقدار الزيادة عندنا بيزيد بمقدار 3. فده هيبقى ايه؟ ده هيبقى بروجريسيف بروجريسيف اديشن، انه احنا بنزود يعني المقدار كل شوية. فهنا 6 بقت 9، هتبقى هنا بتزيد مقدار 3 فهتبقى 12. فزادت 12 بقت 33. هنا 12 بقت 15 عشان احنا زودنا 3 برضو. ف... فبقت 48. هنا ال 48 هتبقى 18. زود هنا 18 يعني فتبقى 66. بس تمام. واللي بعد كده بقى طبعا ممكن نتأكد يعني، بس عشان وقت الامتحان وكده يعني، اتأكد مثلا لو هي سؤال سريع يعني، فاهم؟ تقدر تتأكد يعني، هي تتزود 21 عشان احنا زودنا على 18 3 يعني. بس تمام. حد عنده سؤال؟ ماشي. اوكي. تمام. ممكن نخش في السؤال اللي بعده. آم، غادة. غادة عندك إجابة؟ تمام، هتبقى 9. 9. ماشي. 9 وإيه؟ ما في 2 سبيسز هنا. اه، معلش ما خدتش بالي. عادي. هتبقى 20. تمام مظبوط. تقدري توضحي الإجابة دي ليه؟ هو كل مرة بيزود رقم وبعد كده بيزود عليه واحد، يعني زودنا في الأول 2، بعد كده زودنا 3، بعد كده زودنا 4، 5، وبعد كده 6. تمام مظبوط. ده نفس الفكرة تقريبا اللي فاتت. هنا زودنا بالظبط زي ما زميلتنا قالت، هنا زودنا 2. بعد كده من 2 ل5 زودنا 3. من 5 ل9 هنا نزود 4. بس أو يعني من 5 لسبيس فهنزود 4، فدي ما كانتش موجودة يعني فهتبقى 9 عادي. تمام. بعد ما جبنا دي 9 هنزود عليها 5 عشان تبقى اللي بعديها في السيكونس في 14. كده احنا اتأكدنا. كده نزود 6 على 14 عشان نجيب آخر سبيس اللي هنا دي تبقى 20 بس يعني. تمام. بس اوكي، السؤال اللي بعده.
شمس. هنا بنجمع أول رقمين عشان يدينا التالت، هتبقى 2 و6 8، اوكي. و6 و8 14، تمام. و8 و14، 8 و14 22، تمام. و14 و22 ب36. تمام مظبوط. مظبوط تمام. ودي هتبقى زي ما احنا كنا شرحنا في الأول، وكنا شرحنا في أول سيشن. دي اسمها ده الكلاسيك فيبوناتشي عادي. هو بيجمع أول رقمين، بيدينا الرقم التالت. يعني مثلا 2 و6 بالظبط هتبقى 8. 8 و6 14. 14. اوكي. 8 و14 هتدينا 22. 22 و14 36 بس يعني. تمام، فما فيهاش فكرة قوي. دي كلاسيك فيبوناتشي عادي، حتى ما حطش فيها اي حاجه موديفايد. بس يعني تمام. اوكي. تقدروا تحلوا الحاجات دي عادي من السلايدز في الدرايف، او آه تقدروا تحلوا حاجات شبه دي كتير في كتب تانية، زي كتاب الدليل الكامل يعني، وسام اي كيو، والكتب اللي احنا بنقولها لكم كل سيشن دي. اوكي بس يعني ممكن نخش السؤال اللي بعده. مريم. القاعدة اللي هو ماشي بيها زائد 2 بعدين في 2، فهنفضل ماشيين بيها لحد آخر لحد ال30، فهتبقى بعدين في 2، فهتدينا 60، بعدين زائد 2 هتبقى 62. تمام مظبوط. اوكي. تمام. ده alternating عادي برضو. احنا كنا تقريبا تاني او تالت نوع بن alternate بين الجمع والضرب. فهنا مثلا هنجمع بلس 2، هنا تايمز 2، عشان نوصل ل آسف ثانية. هنا تايمز 2، علشان من 6 ل 12، من 12 ل 14 هنا بلس 2، من 14 ل 28 هنا تايمز 2، من 28 ل 30 بلس 2. بعد كده بنفس السيكونس ده هن تايمز 2 هنا، وبعد كده هن بلس 2، وايا كان بقى الارقام اللي هتطلع من هنا يعني. بس هنا هتطلع 60 و62 بس. تمام. تمام. حد عنده اي اسئله؟ تمام. اوكي. دلوقتي بقيه السيشن هتبقى مع صلاح، هو هيحل معاكم بقيه الاسئله يعني، وهيساعدكم في الباقي. تمام. صلاح. تمام. يلا يلا يا شباب، اللي يعرف يحل السؤال ده حاولوا تحلوه، بعدين اللي يعرف يحل يرفع ايده. تمام يا مريم، ممكن تجاوب. هو أول رقم 53، فهو نقص منه 13، بعدين كرره مرتين، بعدين نقص برضو تاني منه 13 فادانا 27، هنقص منه 13 تاني برضو هيدينا 14 وهتتكتب مرتين. تمام ماشي مظبوط كده. او برضو ممكن نقول ايه، بدل ما ممكن هو حرفيا هو كومبوزيشن زي اللي فات كده بين المالتيبليكيشن والاديشن. هنعمل مالتيبلاي 1، بعدين يعني ماينس 16 زي ما قلت. تمام لحد الاخر. تمام مظبوط. حد مش فاهم او في اي مشكله؟ تمام السؤال. تمام يلا بس. السؤال اللي اتنشر عندنا حاولوا تحلوه، ولا في حل يرفع ايده.
ايه الدنيا يا شباب، حد عارف يحله؟ لا يا شباب، حد عارف؟ اه، حل انا ولا ايه؟ تمام ماشي. بص، احنا اول حاجه هنشوف الديفرنسز بين الارقام دي. ارجع للسلايد اللي بدأت تاني كده. اجابه بانت خلاص. طب ماشي، هحاول اسيبك تشوفي، يعني انت شفت الاجابه بس هحاولك تعرفي الحل سببه ايه. تمام، احله تمام. بص، اول حاجه هنشوف الديفرنسز بين الارقام. اول حاجه بين ال5 وال5، وما زدناش اي حاجه، فالديفرنس زيرو. بعدين من ال5 وال10 عندنا 5. بعد كده من ال10 وال35 عندنا كام؟ 25. بعد كده من ال35 وال170 في كام؟ في 125. فلو ركزنا كده في الارقام دي هنلاقي ان دي المالتيبليكيشنز بتاع ال5. فاول رقم هو عباره عن 5 باور 1. بعد كده تاني رقم اللي هو 5 باور 2. بعد كده تالت رقم اللي هو 5 باور 3. فالمفروض رابع رقم يبقى هو 5 باور 4. تمام، يعني كده احنا هنزود ال 5 باور 4 دي بلس ال 170. فهنحسبها على الكالكوليتر، هتطلع معانا ب 1097. مظبوط كده؟ سوري، 1015. تمام. في أي مشكلة في السؤال؟ تمام يا شمس، ممكن في مشكلة؟ أيوة في مشكلة. هو من 35 ل170 135 مش 125. 100 كام؟ 35 135 مش 125. 100 واحدة. اه تمام، ايوه فعلا، وفعلا عندك حق. المشكلة ممكن تكون نفسها من السورس اللي جبت منه. لكن هي دي المفروض الفكرة. يعني المفروض دي تبقى 160. تمام. هو ده تايب وعادي يا شباب، معلش اسفين يعني التحضير بيبقى صعب شوية وكده. ده تايب وعادي يعني ممكن تتجاهلوه شوية، ده أبسط، ده 160. اه. ايوه، المفروض يبقى 160. أوكي. فدي هتبقى 1005 المفروض يعني. تمام. تمام. أصل أنا كليني جربت كده بس لقيتها 135 فما نفعتش معايا. اه ايوه، هو انت صح. ايوه، هي المشكلة فعلا في واحنا بننقل. الحوار بيبقى يعني بنعمل كده بسرعة، فممكن يبقى فيه أخطاء. تمام ماشي، شكرا. حد عنده مشكلة تاني في فهم السؤال نفسه؟ تمام، نروح على السؤال اللي بعده.
انتوا شايفين كده الأسئلة، شايفين السؤال كامل يعني؟ أم، شايفين السؤال كامل صح؟ هو كان نظام مثلثات يعني. ايوه كان يعني نظام ده كده ده اكزامبل كامل مع بعض، وده كده اكزامبل، مثلثات. وهو ده اللي هو مطلوب. ركزوا في السؤال ده عشان فكرته حلوه. تمام يا شمس، ممكن تجاوب. أول واحد ضربنا الخمسة في سبعة، 35 وزودنا اتنين. ضربنا ايه؟ من خمسة في سبعة اه ده تمام. زودنا بعد كده اتنين. بعد كده زودنا دول، تمام مظبوط. أيوة. وكذلك الأمر في الناحية التانية، هتبقى 3 في 8 زائد 3. تمام، يبقى كده الإجابة الأخيرة ايه؟ 6 في 7 ب 42 زائد 1 43. تمام مظبوط، الإجابة فعلا الصح هي 43. حد مش فاهم الإجابة جت ازاي؟ اللي مش فاهم يقول عادي. احنا عبارة ان احنا بنضرب أول رقم من فوق، بعدين في تحت على الشمال، بعدين يزودوا تحت على اليمين، بيدينا اللي في النص. تمام ماشي. آه، السلايد اللي بعدها. تمام. عامة يا جدعان، أغلب أسئلة البرزنتيشن دي كانت امتحانات السنين اللي فاتت. تمام يا شمس، جاوب. بص ولا أقول لك دلوقتي. دي سيبيهم يفكروا فيها 30 ثانية كده، لو تمام. محدش عارف جاوب أنت. تمام كده كلكم عرفتوها، ارجعي بقى يا شمس جاوبي. لما هنبص للناحية دي هنلاقي إن المثلث ده فهو عمل كمان مثلث مقلوب، فبقت نجمة عبارة عن مثلث مقلوبين، واحد معدول واحد مقلوب. اللي هو تمام؟ الشكل ده عبارة عن مثلثين، مظبوط. اه. تمام وده ماشي. وده اللي هو معين، فاحنا هنحط معين ومعين مقلوب، فهتبقى اللي هو الشكل ثلاثة. ده مثلا فيه 4 رؤوس، احنا الأربعة في اتنين هتبقى 8، بس 8 رؤوس. يعني هتبقى الإجابة فده دي. رقم ثلاثة. ثلاثة اه. تمام مظبوط، الإجابة صح. كله أظن فاهم، كله رفع إيده. تمام، روح السؤال اللي بعدها. والسؤال بيقول لنا what form completes the space، يعني أي شكل من الأشكال ده هيملى المسافة دي. تمام يا غدا جاوب. هتبقى سي. يبقى سي. ليه طيب؟ هو انا قلت ان الشكل بيتكرر مرتين،
يعني المثلث لوحده. فهما دول يعني الأشكال اللي ما اتكررتش مرتين، يعني أنا عملتها كده. تمام، إجابتك صح فعلا. إحنا عندنا في المربع ده عندنا كل شكل بيتكرر مرتين. لو لاحظنا المثلث ده بيتكرر، المثلث ده جه منه مرة واحدة، تمام. هو الشكل التاني بتاعه اهو. عندنا المثلث اللي فيه نقطة فوق ونقطة تحت، جه اهو برضو، ادي اتنين. المربع ادي اتنين برضو. الدايرة اللي متقسمة دي التانية بتاعتها برضو في الاختيار. والدايرة اللي فيها دايرة سوداء دي برضو إجابتها التانية بتاعتها في الاختيار، والباقي نفس الكلام. يعني لو ركزنا فعلا هنلاقي كل واحدة فيه منها اتنين. تمام، كده كله فاهم السؤال ده؟ نعديه. تمام ماشي يا صفر. طيب سؤال رقم 16 معانا بيقول لنا what phone complete the space. برضو عايز الشكل من هنا اللي هيكمل هنا. تمام يا شمس اهو. احنا لو بصينا على الشكلين فهنلاقي إن في الشكل في اللي هو المستطيل الأولاني، آه يعني بتنزل، يعني الخط ده بينزل، هو بيتحرك 45 درجة. تمام. تمام. والدايرة ديت بتتحرك عكسه، بتتحرك برضو 45 درجة عكسه. لا، الدايرة مش بتتحرك 45 درجة، بتتحرك 90 90. 90. ايوه ماشي، كده بس عكسه. ايوه بالظبط. هنا ده برضو. بالعرض، ده بالعرض يا شباب. بالعرض اه الكلام ده بيحصل عشان هي برضو بتتحل بالطول بس بطريقة تانية. تمام كمل. هنا برضو في المستطيل اللي تحته برضو كذلك الأمر. والمستطيل آخر واحد بقى اللي هو ده، فهي ممكن أكتب بالشاشة. ايوه كده. ف كده ثانية واحدة. فهو كان هنا، بعدين بقى هنا، بعدين هيبقى هنا. تمام. تمام والدايرة ماشي. كانت هنا، بقت هتبقى هنا، فهتبقى هنا، فهتبقى الدايرة هنا. فين؟ تمام. هنا. الدايرة تبقى هنا. ثانية واحدة أشوف لك الشكل كام. فهو هيبقى شكل إيه. أيوه هتبقى هنا بالظبط. تمام فعلا إجابتك صح، ويبقى هو الشكل ايه. بس السؤال اللي بعدها يا صفر. اللي كتب حاجة يمسحها. مش عارفة. بص يا شباب برضه عشان اللي ما فهمش، احنا هنحلها بالعرض. تمام. احنا عندنا الخط الاسود ده بيتحرك عكس عقارب الساعه. سوري، بيتحرك في عقارب الساعه بزاويه 45 درجه. تمام. وعندنا الدايره البيضاء دي بتتحرك عكس الخط ده، بس بتتحرك في اتجاه عقارب الساعه بس ب 90 درجه. تمام. فاحنا عندنا الشكل ده بيتحرك كده ب 45 درجه. وزي ما زميلتنا قالت، هيبقى الخط هنا كده عشان هو يتحرك من هنا لهنا بزاوية 45. والدايرة البيضاء دي قلنا بتتحرك عكسه فهتبقى هنا. ف... فعشان كده تبقى الإجابة إيه. تمام كده. هات السؤال اللي بعد يسأل. سؤال رقم 17. حاول تفهمه.
تمام. تمام، جاوب انت يا شمس، ترفع ايدك الاول. آه، احنا هنا من التمانية عشان تبقى 14 زودنا 6. تمام. تمام. من ال14 عشان تبقى 22 زودنا 8. تمام. ومن ال22 علشان تبقى 32 زودنا 10. تمام ماشي. ومن ال32 هنزود 12 علشان تبقى 44. تمام. حد عنده إجابة تانية؟ تمام، هو مفيش إجابة تانية أساسا، مين اللي فاهم الإجابة الصح هتبقى 44. حد مش فاهم وعنده أي مشكلة؟ تمام ماشي. هات الأسئلة بعد الصف. يلا حلو السؤال ده، هيبقى صعب إلا على حل كتاب الدليل بقى. تمام يا غدا، شكلك حل قبل كده، ممكن تستني شوية نشوف باقي زمايلك. أول الأرقام. تمام، بص، هو إحنا هنا عندنا اتنين، هي مكتوبة بالعربي بس هكتبها بالإنجلش. هنا في تو، وهنا ثلاثة، وهنا برضو ثلاثة. تمام. أعتقد بقى الأرقام واضحة. هنا 21. تمام يا شباب، مفيش حد عارف يحل الغدا؟ هديكوا 30 ثانية كمان. تمام. تمام يا غدا، ممكن تجاوب. هتبقى 4. أربعة، ممكن تشرح ليه؟ تمام، هو بيضرب الرقمين على الحرف في جزء معين في الشكل ده، فبيدينا الرقم اللي في النص. فوق خالص ضرب التلاتة واللي على الاتنين اللي على الحرف ادانا الستة اللي في النص، والسبعة في تلاتة ب21. فهيضرب بقى الأربعة في الأربعة عشان تدينا ال16. تمام مظبوط، هو بيضرب بين الشكلين دول، بصوا الشكلين اللي على الأطراف. الأرقام اللي بتبقى في نفس أماكنها بيضربها ببعض، والناتج بيبقى اللي في النص. يعني عندنا ضرب ال 7 دي في نفس المكان بتاع 3، هما الاتنين تحت على اليمين. ادونا برضو في نفس المكان تحت على اليمين 21، اللي هو الناتج بتاع ضربه. فعندنا هنا 16، عشان نعرف ضربنا كام في 4، عشان تدينا، ما هنعمل 16 ديفايدد 4 فتدينا برضو هنا 4. تمام كده كله فاهم؟ في أي مشاكل؟ تمام ماشي يا سيف فتل. حلو بقى كمان السؤال ده.
عشان تتعودوا برضو على جودة أسئلة امتحانات العلوم. الرقم ده عشان لو مش واضح لحد فده 13، ده 1. تمام. يا شباب، حد عارف يحله؟ سؤال بسيط أوي على فكرة. تمام. أنت برضه هتجاوب يا غدا، بس دقيقة بس زمالك حلو. ها شمس، وصلت الحاجة؟ أي حد تاني جايب وصل الحاجة غير غدا؟ 30 ثانية طيب، وعقبال ما حد تاني يعرف الإجابة. خلاص ماشي يا غدا، تعرفي تجاوب دلوقتي، جاوب. تبقى 5 و18 دقيقة. 5 و18. هو أنا وصلت إن هو كل مرة بيزود 42 دقيقة، فصح. مظبوط صح، بس هي مش هتبقى 5 و18. ما أنا يعني مش عارفة اتلخبطت في الرقم أو إيه، بس يعني أنا وصلت هي بسيطة، أنت هتزودي، أنت قلتي كل مرة بيزود كام؟ 42 دقيقة. مظبوط، هو فعلا كل مرة بيزود 42 دقيقة. فهيحتاج 24 دقيقة عشان يوصل بالظبط. فمن 42 فيبقى 18 دقيقة، فتبقى مش عارفة، ممكن أكون عملتها غلط. هي صح، بس هي الفرق بس إن هي تبقى 5 و19 مش 5 و18. وده كده غلط يعني. المهم إن أنت جبتي الفكرة، لكن بعد كده ممكن تحسبيها على الآلة. أصلا أنت قلتي 42، أنت هتزودي الاتنين على السبعة دي فهي تبقى 9. لو أنت بتلخبطي هي 8 ولا 9، بس كده. تمام. تمام اه. حد مش فاهم حاجة يا شباب؟ تمام ماشي. هات السؤال الأخير يا صاحبي. تمام ماشي. آخر سؤال معانا بسيط برضو.
تمام يا شمس، هجاوب بس دي بس زمالك الباقيين يعرفوا الإجابة. تمام يا شمس، تقدري تجاوب. هو هنا القطعة السوداء ديت بتنشال وبتتحط جوه عشان تطلع الشكل ده، وبتنقلب عشان تطلع الشكل ده. عشان تطلع الشخص الأبيض، صح؟ اه. تمام. فاحنا هنشيل الأبيض ده ونحطه هنا فيطلع مستطيل. وندخل ده جوه وده وندخل ده جوه وده جوه فيطلع فيه إكس، اللي هو المستطيل اللي فيه إكس. اللي هو ده. اللي هو اللي هو تاني واحد ده. فوق. اه ده. أيوه مظبوط. تمام، إجابتك صح. فاهمين يا شباب ليه؟ إحنا بصوا عندنا بنعمل إيه؟ إحنا هو هنا معلم لنا في حتة سوداء وفي جزء تاني أبيض. هو بيعمل إيه بقى؟ هو بياخد الجزء الأسود ده وبيقلب الشكل ويحطه جوه. تمام؟ يعني عندنا اللي هو ده شبه المنحرف أو الترابيزويد، بيقلبه ويحط جواه المثلث ده. هنا برضو عندنا نفس الكلام، عندنا الجزء الأسود ده هيدخله جوه، ده هينزل هنا كده وده هيطلع فوق، فيبقوا عاملين زي الإكس كده. تمام يا شباب. سؤال سهل وبسيط، بس هو بس محتاج تخيل. تمام كده كل فاهمه. تمام. كده كان آخر سؤال معانا وإحنا خلصنا السيشن. في حد حابب يسأل أي سؤال قبل ما نقفل؟ أي سؤال؟ تمام يا مريم، قولي سؤال. السؤال اللي بعته يعني على الجروب، يعني معلش لو ينفع نجيب له إجابة محددة، لأن السؤال ده اتكرر في امتحانات وأنا بصراحة حابة ألاقي له إجابة يعني. لأن في غالبية الناس اتلخبطت فيه، فأنا عايزة ألاقي له إجابة. أنهي اه. سؤال؟ اللي هو النجمة ده. اه. اه. هو السؤال ده بيبقى من يعني أنا شفت السؤال ده بيبقى من أسئلة كتير، أحيانا ممكن تيجي غلط أو بكذا إجابة. فهو يعني ملوش يعني هو ممكن كذا إجابة تنفع بيها على حسب أنت عايز إيه. بالظبط، هو اسمه ايه ده، يعني على حسب نموذج الإجابة نفسه بيبقى معمول ازاي. فممكن نموذج إجابة يكون جايبها تاني واحدة، ممكن نموذج إجابة يكون جايبها آخر واحدة أو تالت واحدة أو أول واحدة، حتى في ساعات فيهم فروقات فبتفرق يعني. تمام. تمام. اللي عايز السؤال الساعة سكرين، هو الفايل هيبقى معاك فيه كله على الدرايف. يعني مش هيحتاج تعمل سكرين، كل الأسئلة هتبقى معاك على الدرايف. هنزل الدرايف دلوقتي هنزل الفايل ده دلوقتي على الدرايف. بالظبط. اه. تمام. تمام. اوكي. كده يا